ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده يا رب. النهارده بقى يا حبايبي عاملين الكاتشب. كل يوم العيال يقولوا احنا عايزين نروح نجيب كاتشب من الدكان، كل يوم نجيب من الدكان. لا نعمله بقى احنا في البيت. جبت 2 كيلو طماطم وعملت بيه الكاتشب العسل ده. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه كده كلها مكونات في البيت وبدون تكلفه. يلا بقى لايك كده حلو للمنوره، تشجيع ليها، واشتراك معاها في القناه يا قلبي عشان تشوفوا الطريقه السهله والبسيطه بتاع الكاتشب ده. يلا بقى بينا نصلي على النبي ونبدا الطريق. هنبدأ كده بسم الله يا جماعة، سموا كده بالله وصلوا على النبي. معنا هنا 2 كيلو طماطم جميلة خالص وحمرة كده. لازم تنقيها حمرة وجميلة كده وملحمة يا روحي عشان تبقى حلوة معاكي وتبقى حلوة معاكي في الكاتشب. وهنبدأ نشيل الحتة اللي قدام دي ملهاش لازم. هنبدأ ان احنا نشيلها كده. صلوا على النبي يا حبايبي. يا ريت تشتركوا معايا في القناة كده وتدعموني وتعملوا لايك حلو كده من ايديكم. وخدي لك بقى جولة كده في قناتي يا ست الكل، هتعجبك خالص. ويا ريت تنوروني بوجود حضرتك معايا على القناة عشان يوصلك كل جديد. وهنبدأ نقطعها بقى كده 4 قطع أو 5 زي ما تحبي. طريقة سهلة خالص وبسيطة ومش هتبطلي تعمليه ولا انك تروحي كل شوية تجيبي من الدكان كاتشب. وخصوصا ان الكاتشب بيخش في اكلات كتير خالص، والاطفال كلها بتحبوا ان يخش بقى يتعمل بيه حاجات خالص. بطاطس بقى على كاتشب، بانيه، اللهم صل على النبي. وحاجة جميلة خالص. وبعد ما نقطع كل الكمية ديت هنحطها طبعا في حلة كده او اي حاجة عندك. طبعا الحته اللي القطعة الزيادة دي احنا مش هنحطها طبعا، احنا هنركنها خالص ملهاش لازمة. هننزل بقى بكوباية مية وهنحطها على النار. بالصلاة على النبي. نحطها على النار ونخلي النار مش عالية قوي، يعني وسط كده. بعد شوية يعني قيمة 10 دقايق كده هتبدأ ان هي الغلاف اللي بره بتاع الطماطم ده يبدأ يسيب من الطماطم. هي كده دخلت خلاص في سوا. هيبدأ الغلاف يسيب وبعد كده هنضربها في الخلاط. انا ضربتها في الخلاط لان انا ما عنديش هاند بلندر. انت حابة تضربها في هاند بلندر مفيش مشكلة. وبعد كده هصفيها. وده بعد ما تبرد طبعا هصفيها يا حبايبي. ودي القشر طبعا اللي طالع منها الزيادة ملوش لازم. اهي الطماطم جميلة ازاي، هي حالا بتقلت معانا وبقت جميلة خالص. لما بتبرد بتتقل كمان شوية. معانا هنا بقى 4 معالق من السكر وذرة ملح كده او ربع معلقة ملح من اللي هي بتاع التوابل، حاجة بسيطة كده. ومعانا معلقة كبيرة بصل بودر وتوم بودر ومعلقة بابريكا. بس ده كل اللي احنا هنحطه يا حبايبي. وهنبدأ بقى نقلبه كده بالصلاة على النبي. ومعانا هنا ربع كوباية من الخل. ربع كوباية من الخل يا حبايبي. هي دي بقى اللي بتديكي طعم الكاتشب اللي بره وبتبقى جميلة خالص. اللهم صل على حضرة النبي محمد. صلى على النبي يا حبايبي ولسه ما صليتوش على النبي. خلي دائما ذكر الله ببقكم. احنا دلوقتي داخلين على ايام مفترجة، وكل سنة وانتم طيبين وفرحانين يا رب، وربنا يسعدكم يا رب. اللهم امين. هنا بقى يا حبايبي اديتها غلوة تاني على النار، بدأت ان هي تتقل معايا. ماشي يا حبايبي. هنا معايا اللهم صل على النبي ربع كوباية من المية. هننزل عليهم بمعلقتين من النشا. معلقتين من النشا. واهم حاجة ندوب النشا خالص في المية. ما ينفعش تحط النشا على الكاتشب بتاعك لان هيكلكع منك. اذا كلكع منك الكاتشب هتضطر ان انت تضربيه تاني في الخلاط يا حبايبي. فالافضل ان انت تعملي كده بربع كوبايه. حطينا معلقتين بس. وهنبدا بقى ان احنا اللهم صل على النبي. هنبدا ننزله حبه حبه كده ونقلب حبه حبه ونقلب. ما ينفعش تحطيه مره واحده وترجعي تقلبي، لا. ايدك بتقلب وايد بتنزل النشا عشان ما يتقلش معاك او ما يكتلش معاك. اهو شايفين جماله؟ جميل خالص. هتسيبيه بقى شويه كده ياخد كده ويدي مع نفسه. لما يتقل معاك هنيجي كده بقى هنختبره ازاي يا منورة. لو هو سالت معاك كده هي كده سايلة، يبقى هي كده لسه عايزة تتبخر كمان شوية. يبقى نسيبها كمان شوية تاخد على البوتاجاز وتاخد كمان شوية. هنا بقى بعد ما سبتها كمان 5 دقايق تقلت معايا كمان عن الاول اهي. وخصوصا كمان لما سبتها بردت تقلت اكتر وبقت جميلة خالص. هنختبرها خالص. لما تختبريها كده على طبق يكون ناشف، ما ينفعش طبق يكون مبلول. هي كده بقت جميل. شايفين اللي انا حطيته يا حبايبي بقى جميله ازاي؟ متماسكه كده على الطبق وما سالتش. هي كده بقت جميله خالص. هنسيبها بقى تبرد وهنعبيها في اي برطمان عندك، حبه ازاز بلاستيك، يعني اي حاجه متوفره عندك فضها فيه.
بس اهم حاجة تكوني معقماها بمية سخنة وتكوني سايباها تنشف كويس. وهنبدأ بقى نصب اللهم صل على حضرة النبي محمد. نصب بقى الكاتشب بتاعنا الجميل دي كده واحدة واحدة. لايك بقى لأم نورة، لو لسه ما عملتش لايك يا حبيبتي واشتركي معاها في القناة عشان تنورها وتفرحي قلبها، يا رب يفرح قلبك يا رب. ايه رأيكم بقى في الكاتشب بتاعنا النهاردة؟ وصفة بسيطة خالص وسهلة ومش مكلفة، واتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟